أعلن نادي المقاولين العرب رسميا تعاقده مع المهاجم شكري نجيب قادما من نادي الاتحاد السكندري، ليعود اللاعب إلى ناديه السابق بعد رحلة طويلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية في الدوري المصري الممتاز، من بينها فاركو والإسماعيلي والاتحاد السكندري. وتعد هذه الصفقة واحدة من أبرز تحركات المقاولين العرب في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى الفريق لتدعيم صفوفه بلاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة استعدادا للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله المقاولين العرب لتحقيق نتائج مميزة في الدوري المحلي. وحرص نادي المقاولين على تقديم لاعبه الجديد بطريقة مميزة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لجلسة التصوير الخاصة بضم اللاعب شكري نجيب. وظهر اللاعب في الفيديو بصحبة نجله ونجلته في مشهد عائلي مؤثر نال إعجاب جميع الحضور في نادي المقاولين العرب، خاصة إنه يعكس الجانب الإنساني من حياة اللاعب خارج المستطيل الأخضر. لكن اللقطة الأبرز التي لفتت أنظار الجميع كانت ظهور شكري نجيب وهو يحمل قميص المدرب الراحل إيهاب جلال، المدرب الذي كان له تأثير كبير على مسيرة اللاعب، خاصة في الفترة التي عمل فيها معا بنادي الإسماعيلي. وحرص نجيب على إظهار امتنانه للراحل جلال الذي اعتبره بمثابة الأب الروحي وصاحب الفضل في بزوغ نجمه كمهاجم بارز في الدوري المصري. وأكد نادي المقاولين العرب أن التعاقد مع شكري نجيب جاء بطلب من الجهاز الفني الذي يرى فيه اللاعب القادر على دعم الخط الهجومي للفريق بفضل خبرته الطويلة. ويأمل اللاعب في استعادة بريقه وكتابة فصل جديد ناجح مع نادي ذئاب الجبل، خاصة أنه يعرف أجواء النادي جيدا وكان له تجربة سابقة ناجحة قبل أن يرحل ويخوض تحديات متنوعة في أندية أخرى. ونشر نادي المقاولين العرب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مجلس الإدارة يعلن التعاقد مع عمر الوحش أيضا قادما من فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع عمر الوحش على عقد انتقاله لنادي المقاولين العرب بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.